عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة جديدة اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بالزيادة في الوزن وفتح الشهية عند الأطفال وحتى بالنسبة للكبار. هذه الوصفة هذه عندنا فيها جوج ديال المكونات أساسية اللي معروفة عند الجميع. غادي نحتاجوا في هذه الوصفة هذه السمسم أو الجلجلان. أي نوع ديال السمسم أو الجلجلان متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوه أحبائي الأعزاء. طريقه ديال استعمال السمسم كالعاده، غادي ناخذوا السمسم ديالنا وغادي نقيوه من الشوائب، يعني ننظفوه مزيان ومن بعد نحمصوه ونطحنوه في الخلاط الكهربائي باش نحصلوا على البودره ديالو باش تسهل علينا الاستعمال ديالو في هذه الوصفه هذه. اما بالنسبه للمكون الثاني وهو مكون الصوجه او الصويا، متوفره عند جميع المتاجر كيف ما كتشاهدوا احبائي الاعزاء. الصوجه فهي عندها عده فوائد بالنسبه للجسم ديالنا. الطريقه ديال الاستعمال ديالها حتى هي نفس الطريقه ديال السمسم. غادي ناخذوا الصوجه يعني الكميه المناسبه وغادي نحيدوا منها الشوائب، يعني ننظفوها ونحمصوها على نار هادئه. يمكن لكم تاخذوها محمصه، فهي متواجده عند كتباع محمصه وتاخذوها يعني محمصه وتطحنوها في البيت. وتنصحكم انكم تاخذوها غير محمصه باش تعرفوا اشنو كتستعملوا احبائي الاعزاء. تاخذوا الكميه على حساب كل الامكانيات، تاخذوا الكميه المناسبه اللي تكفاكم المده ديال 15 يوم. عاد يمكن لكم تستعملوا ثاني كميه اخرى. ومن بعد ما نكونوا نظفناها مزيان من الشوائب، يا ريت اننا نحمصوها على نار هادئه حتى تنحمصوها باش تسهل علينا الطحن ديالها. نطحنوها في الخلاط الكهربائي باش نحصلوا على البودره ديال الصوجه او الصويا. الطريقه المكون الثالث وهو اختياري، يمكن لكم تاخذوا هذه الوصفه مع الحليب الدافئ، ويمكن لكم تاخذوها مع اي نوع ديال الياغورت بالسكر او طبيعي على حسب الرغبه ديال كل شخص. الطريقه ديال الاخذ ديالها، غادي ناخذ ملعقه كبيره من البودره ديال السمسم ونضيفوا عليها ملعقه كبيره من البودره ديال الصوجه ونديروهم في كاس ديال الحليب. الا ما بغيتوش تستعملوهم مع الحليب يمكن لكم تخلطوهم مع ياغورت بالسكر او طبيعي. الا بغيتوا تزيدوا في الفعاليه ديال هذه الوصفه احبائي الاعزاء، الا كنتم متوفرين على العسل ديال النحل يمكن لكم تحليو يعني هذه الوصفه هذه ملعقه صغيره من عسل النحل للزياده في الفعاليه. هذه الوصفه هذه كناخذوها جوج المرات بعد الوجبات، بعد وجبات الفطور. ناخذوا هذه الكميه اللي ذكرت لكم دابا، ملعقه كبيره من البودره ديال السمسم وملعقه كبيره من البودره ديال الصوجه او الصويا مع اي شيء حبيتوا تاخذوهم. يمكن لكم تناولوهم هكاك مع الحليب، يعني بلا ما تخلطوهم، تناولوهم عبل هكاك حتى المذاق ديالهم جميل بزاف. للزياده كيف ما ذكرت لكم في الفعاليه ديال هذه الوصفه، يا ريت الا عندكم العسل النحل يعني ما تبخلوش على راسكم، حتى هو مفيد بزاف بالنسبه للجسم ديالنا. كنستعملوها جوج المرات في اليوم بعد وجبه الفطور وبعد وجبه العشاء. كنستمروا عليها المده ديال شهر. النتيجه ديال هذه الوصفه هذه كتبان خلال اسبوعين الاولين، يعني مرور اسبوعين كتبان لكم بان هذه الوصفه هذه كتعطي الحمد لله النتيجه ديالها 100%. اما دائما الاشخاص اللي كياخذوا بزاف ديال الوصفات وما كتعطيش النتيجه ديالها، يا ريت اننا نكشفوا نعرفوا السبب. اولا عاد يمكن لنا نستعملوا اي وصفه طبيعيه، فالوصفات الطبيعيه دائما فهي مفيده بالنسبه للاشخاص اللي كيعانيوا دائما من حساسيه ديال السمسم او الحساسيه ديال الصوجه او ديال الحليب او دائما لابد من استشاره طبيه هو الاول. عاد يمكن لنا نستعملوا اي وصفه. وكيف ما كنوصي دائما المراه الحامل او الشخص اللي متبع اي تريتمون تاع الدواء، لازم اولا ما تبخلوش على راسكم بالاستشاره الطبيه. عاد يمكن لكم تستعملوا العلاج المناسب. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.